فضل الغلاء اللي حاصل في الغنم. ومع اقتراب العيد الكبير بزاف ديال الناس كيتسائلوا واش ممكن يضحيوا بالماعز مع توفر شروط الاضحيه بطبيعه الحال. راه الماكد مليحه، راه الملك مليح، راه السلعه مليحه، راه بالجبل. الماعز ديال هنايا غير اللي هي الغابه ماشي ديال العاف وكذا، كياكل غير العشوب. كاينه جوده وكاينه نقاوه وكاين رخاء. الماعز ديال 10000 من 10000 الفوق، كاين حتى ديال 8000. ولا بغى يجي لهنا يتقدى، راه الناس ديال هنا فيهم المعقور وما فيهمش لا الخدع لا والو. والماعز ديال هنا راه تيرعى في الخلا، عا في الجبل، والغابه مزيان اللحم ديالو ما تخافيش عليه. الثمن راه مناسب من 10000 وصل 12 15 حتى 30 كاع. الا بغيتي شي ثلث كبير الله يكمل بخير ان شاء الله. الماعز لا يعلف، إذا علف لا يكون لديه لحم جيد. فالماعز يجب أن يتحرك وأن يتسلق الحيطان ويتسلق الجبال ويتسلق الأشجار كي يكون لحمه بمذاق وبلون جيد. كل المناطق في المغرب فيها ماعز جيد، والمناطق اللي فيها جبال وفيها أشجار والماعز لا زال يسرح. الماعز راه تنجيبوه من الجبل، تنسوقوه السوق ديال الزاويه. بحال اليوم تسوقنا زاويه الشيخ، غدا عندنا الخميس ديال تاكزير، السبت قبل لحد القصيبه، وتنديروا بعض الاسواق الاخرين بحال ناور، بحال غباله، بحال كاع. يعني بحال قلتي تنسافروا على هذا الماعز باش نرضيو المواطنين، باش اللي دا شي حاجه يديها مزيانه. بالنسبه للناس اللي باغيين يعيدوا هذا العام بالمعفي فهو صحي. اختاروا غير المرقد المزيان ويكون عارف العشوب الطبيعيه الصحيه. وانتم قولوا لنا واش كتفضلوا اللحم المعفي وكيعجبكم. شاركونا رايكم ودعمونا باش تكبر عائله ميكرو مغربي. خليتكم على خير.